اهلا بكم في درس جديد من موقع دروس اونلاين. ان شاء الله في الفيديو ده هو تكمله للفيديو اللي عملناه قبل كده اللي بيتكلم عن ازاي تقدر تحسن لغتك الانجليزيه من غير كورسات او مصاريف، ولو ما كنتش اتفرجت على الفيديو ده هتلاقي اللينك في الديسكريبشن تحت. في الفيديو ده هنتعمق شويه وهنتكلم عن اهم شيء في تعلم اي لغه جديده، وهو النطق الصح. ممكن تكون بتحل في الامتحان كويس، ممكن تكون عارف معاني كلام كتير، لكن هل انت فعلا بتقدر تنطق صح؟ عشان كده هنتكلم عن شوية نصايح لو اتبعتها ان شاء الله نطقك هيتحسن كتير جدا. في شوية حروف لو نطقتهم صح بيبان ان انت راجل متمكن من اللغة، وحتى بعض الناس ممكن تظن ان انت سافرت مثلا امريكا وقعدت هناك فترة. من اهم الحروف دي هم حرفين التي اتش. اول حاجة نتكلم عنها هم حرفين التي اتش. التي اتش اللي هم في كلمة ذا عاملة عندنا زي الالف واللام لازقة في كل حاجة. the man, the woman, the car, the hospital، حاجات كتيرة جدا. لكن للاسف احنا بننطق التي اتش في ذا بننطقها ذا، يعني بدل ما ننطق الذال بننطق الزين. مش عارف هل ده له علاقه يعني ان احنا اتعلمنا كده اصلا في المدرسه والمدرس كان بيتكسف ان هو ينطق حرف الذال، لان احنا عندنا في العاميه المصريه ما بننطقش الذال، بنبدلها بالزين. لكن في الانجليزي ما ينفعش، فلازم تلتزم بالنطق الصح لذا وخلافه، حاجه زي ذا، ذات، there، them، their، الكلام ده كله لازم ننطقه ذال مش زين. تاني حاجة تي اتش برضه، لكن في حاجة زي thanks، هي ما اسمهاش thanks، هي اسمها thanks، لازم تنطق حرف الثاء. لكن كالعادة برضه احنا عندنا بنبدل حرف الثاء بالسين، فبنقول thanks، with، thrones، لكن هم في الحقيقة thanks، with، thrones، month، فلازم تلتزم بحرف الثاء. ثالث حاجة معانا هو حرف الار. يعتبر العرب والاسبان والايطاليين على حد علمي هم اللي بيعرفوا يمدوا بحرف الراء، فتلاقيه مثلا راء، عارف انت الراء ديت احنا والاسبان والايطاليين بس اللي بنعرف نعمل الكلام ده. لكن الامريكان حرف الراء او الار عندهم قصير جدا، وعشان تنطقوا زيهم لازم بتتني لسانك لورا وانت بتنطقه، فبتقول مثلا كار، لازم لسانك تحس ان انت ايه هتشرب حاجة كده. car، rare، real، really، لازم لسانك ينتني يعمل زي خطاف كده او هلب لورا. for a change معاك لغة تبقى مالك. رابع حاجة هنتكلم عنها هو حرف ال. يعتبر احنا والامريكان والانجليز بننطق حرف اللام او ال زي بعض، ولكن يعني بتفاجأ برضو ان احنا واحنا بنبتسم واحنا بننطق حرف ال فتلاقيه ريال، لازم الابتسامة اللي في الاخر دي، في حين ان احنا لازم تقول ريال، لازم لسانك يخبط في فكك العلوي ومحاول ما تبتسمش، يعني حاول قدر الامكان ما تبتسمش. حاجة زي really مش really، محاول ما تفتحش بقك وانت بتنطق حرف ال. الاربع حاجات دول لو التزمت بيهم 90% من نطقك للغة الانجليزية هيتعدل بطريقة مش معقولة. كل اللي انت هتعمله التي اتش اللي في ذا هتنطقها ذال، والتي اتش اللي في حاجة زي thrones هتنطقها ثاء، وكمان الار والال حاول تظبط لسانك او تعود لسانك على نطق الار والال بالطريقة اللي انا قلت لك عليها في الفيديو. صدقني هتفرق معاك جامد، وانت سجل لنفسك قبل وبعد وهتحس بالفرق. شكرا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب اند شير على فيسبوك واي سوشيال ميديا، وتابعنا على موقعنا دروسonline.com. السلام عليكم.